أربع إصابات في الأهلي قبل موقعة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا. يفتقد النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ياستروب لبعض الغيابات المؤثرة أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعاني النادي الأهلي من أربع غيابات مؤثرة تتمثل في إمام عاشور وأشرف داري وحسين الشحات وكريم فؤاد، فيما يستعيد جهود الثنائي محمد شكري ونيش جراديشار بعد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات، خاصة في ظل مشاركة شكري في التدريبات الجماعية للفريق ومشاركة جراديشار رفقة منتخب بلاده سلوفينيا في تصفيات كأس العالم. واستعاد النادي الأهلي مؤخرا جهود لاعبيه الدوليين وعلى رأسهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود تريزيجيه وأحمد زيزو، بعد مشاركتهم مع المنتخب الأول أمام جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى ثلاثي المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان وهو محمد شريف ياسين مرعي ومحمد مجدي قفشة. موعد لقاء الأهلي وإيجل نوار، ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في السادسة مساء في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. مصدر مقرب من زيزو يحسم جدل التنازل عن جزء من مستحقاته. وكشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي حقيقة نيته التنازل عن جزء من مستحقاته لدى نادي الزمالك في القضية المنظورة أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة. ونفى المصدر نية زيزو التنازل عن أي جزء من مستحقاته لدى الزمالك، مؤكدا إلى أن اللاعب طالب بالحصول على كامل مستحقاته والتي تتجاوز 2 مليون جنيه في انتظار قرار لجنة شؤون اللاعبين. محمد شبانة يكشف مفاجأة، محترف الزمالك قد يفسخ عقده قريبا. أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواجه أزمة كبيرة في القلعة البيضاء. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج نمبر 1 الذي يذاع على قناة CBC: بيزيرا قد يفسخ عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية. وتابع الزمالك أصبح أمام مشكلة كبيرة مع بيزيرا بسبب مستحقاته المالية، خاصة وأن اللاعب لامع في بداية مشاركته مع الزمالك. شبانة غير صحيح حصول بيزيرا على الجنسية المصرية. وعن أنباء حصول اللاعب على الجنسية المصرية قال: البعض خرج وقال أن هناك محاولات لحصول اللاعب على الجنسية المصرية، ولكن مصر لا تجنس لاعبين. وواصل الزمالك يعاني من العديد من الأزمات بسبب المستحقات، ومن بينهم مستحقات محمود بن تايج حيث سيسبب أزمة كبيرة في القلعة البيضاء، خاصة وأن أحمد فتوح بعيد عن مستواه.